بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات الفضليات، السادة الأفاضل، أؤمن باسم السيد الوزير، السيد العميد، السيد رئيس الشيخة، السيد رئيس شركة سميت، كل باسمي، لن أريد أن أطيل عليكم. أيها الحضور الكريم، أتشرف كامل الشرف والإبهاء باستقبالكم في عمق الأطلس المتوسط وتحت إيقاع حرير مصاب الشلالات. وإني وإذ أرحب بكم لأشكركم جزيل الشكر على حضوركم وتحملكم عناء السفر في ملتويات الجبال. وأشكركم أيضا على تفهمكم لقيمة هذا الحدث الذي نجتمع حوله اليوم لتدشين هذا الفضاء الثقافي الذي أطلقنا عليه اسم دار المعرفة. والدار أو البيت هو المكان الذي يحتضن جميع أفراد الأسرة، متمنية أن يكون هذا المكان فضاء للمة والالتقاء والحوار الثقافي والعطاء المثمر. وأما المعرفة فالقصد منها هو التعريف بمكونات الجهة وتشجيع البحث حولها والانخراط السليم في دمقرة المعرفة وتقريبها من المواطن أينما كان. وقد جاء هذا استجابة للرغبة الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، الذي لم يأل جهدا الذي يعتبر الثقافة هي الدعامة الأساسية في تحديد الهوية الوطنية وأسا من أهم أسس التنمية المستدامة، حيث لم يأل جهدا للدعوة إلى خلق فضاءات مشتركة يسود فيها الحوار والتبادل والإخاء واحترام الآخر والتسامح. ففي زمن نعيش فيه أحداثا مؤلمة تهز المجتمع الدولي بأسره من حين لآخر، زمن أصبحنا فيه تحت تهديد حقيقي للتراث العالمي وللذاكرة الإنسانية وجعلها عرضة للتدمير والتخريب. أمام هذه الأحداث لن يجد المرء عزاءه، كما لن يجد بدا في العودة إلى الماضي وربط الوصل بالتاريخ وبالتقاليد والعادات ومعتقدات بلاده أو جهاته لإبراز أوجه الاختلاف التي تمكن من التعريف بالذات واحترام الآخر. ولهذا وهكذا جاء إنجاز مشروع دار المعرفة يستجيب بامتياز لهذه المتطلبات، كما يشهد على وصول الثقافة إلى قمم الجبال لتستنير بنور صاحب الجلالة وعلى عهده نصره الله وأيده. أيها الحضور الكريم، إن وجود المتاحف والمكتبات يعد مؤشرا على مدى تقدم وحضارات الشعوب والأمم، باعتبار أن المتحف فضاء ملموس يجعلنا من خلال زيارة معروضاته نستشعر العمق التاريخي للشعوب وامتداداتها واستمراريتها الحضارية وتنوع روافدها الثقافية. وها نحن بدار المعرفة نبرز رافدا من الروافد الأمازيغية الأطلسية، فكان من أهدافنا الحرص على إبراز هذا البعد التعددي كعنصر تماسك وانتماء وكجانب من جوانب الهوية المغربية وكعنصر هام لجذب السياح وكعنصر أيضا تربوي، لأن التعريف بالتاريخ يجعل هذه الأجيال تعتز بتاريخها وبحضارة بلادها، مما يجعلهم محفوظين من كل الانزلاقات. كما كان من حوافزنا جمع جانب من جوانب التراث الجبلي أو القروي المادي واللامادي بعد أن تعرض للنهب والاستغلال ولعملية التهريب وأحيانا أخرى للإهمال وخروقات التدمير. وعيا منا أن كل تحفة ضاعت من تراث المغرب يغيب معها جانبا من جوانب التاريخ الاجتماعي. ومن أهدافنا أيضا التعريف بالمنطقة وإبراز مكوناتها الطبيعية والجيولوجية والسياحية ومؤهلاتها أيضا التربوية. وهكذا حاولنا أن نبين أيضا أدوارها التاريخية ومشاركتها في أهم القضايا التي عرفتها البلاد كالمقاومة والحركة الوطنية والمسيرة الخضراء وغيرها. ولتحقيق هذه الأهداف اعتمد التصور 3 محاور أساسية
يسمى الأول بالمكونات الجيولوجية ونمط العيش بهذه المنطقة، وعالج المحور الثاني الحياة اليومية، وتطرق المحور الثالث لروابطها أي روابط هذه المنطقة بنظم الدولة ومشاركتها في القضايا الكبرى التي تشغل البلاد. وختم المعرض بإشراقات ذاكرة ضمت نماذج من الأعلام التاريخية وأخرى من رجالات الدولة وبعض العناصر من رجال التصوف الذين عرفوا أو طبعوا هذه المنطقة بطابع المحبة وسلوك الروحاني. ولن أتوقف عند مضامن هذا المتحف لأن ذلك سيكون موضوع تقديم محاور حين زيارته، وأكتفي بالقول أن تدشين هذا المشروع هو ثمرة مجهودات كبيرة، ولذا أحسب أنه من المفيد أن أطلعكم على مسار كينونته. لقد وفقني الله سبحانه وتعالى شخصيا باقتناء بيوت قديمة لتوفير العقار الذي أنجز فوقه أو عليه المتحف والمكتبة، وكنا بذلك قد ساهمنا في توفير السكن اللائق للساكنة وإهداء الأرض التي بني عليها المتحف والمكتبة من جهة أخرى. كما توفقنا كمؤسسة صوت الجبل في تحضير تصاميم البناية وتجميع التحف واقتناء بعضها، ولنصل إلى مرحلة التصورات والبناء السينوغرافي، حيث أوردنا لذلك أهم العناصر السينوغرافية والمصممين للمتاحف الذين يشتغلون بالمتحف الشهير باللوفر بباريس وهو جون جوليان سيمون. كما جعلنا أيضا هذا المتحف يستعين بالكتابة الضوئية لفيليب كولي، وهو أحد القنوات التي تعمل الآن في المدينة الذكية بالمشرق، ناهيك عن الشركة التي اهتمت بصناعة آليات العرض التيلس والشركة المهتمة بتثبيت التحف بسوكلاج. إن المعلمة التي ندشنها اليوم جاءت لتتوج مسارا طويلا كوحدة لإكمال منظومة ثقافية تتكون من متحف ومكتب ومهرجان سينمائي، ونحن عازمين أيضا على بناء قاعة للعرض السينمائي. إن هذه المعلمة لم تكن لترى النور لولا تضافر الجهود والمساهمة الفعالة لمجموعة من المؤسسات والأفراد الذين ساندوني لتحقيق هذا المشروع. فلن أفوت هذه الفرصة لتقديم الشكر الجزيل للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في بناء المتحف، والشكر موصول لمجلس جهة بني ملال خنيفرة في شخص رئيسها السيد عادل بركات، والمكتب الشريف للفوسفات، والشركة المغربية للهندسة السياحية وعلى رأسها السيد عماد بقار الذي شرفنا اليوم، ومجموعة مازال. كما نخص بالشكر كل الشخصيات التي ساهمت معنا بطريقة مباشرة ومستمرة وعملت على تدليل كل الصعوبات، ونخص بالشكر جميع السلطات الإقليمية وعلى رأسها السيد محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلان. وكم كنت أود أن أكتب فقرة ولكن أعرف أنه لن يقبلها، وكل من ساهم معنا من قريب أو بعيد لتحقيق هذا الإنجاز. لن أنتزع منكم طويلا نشوة الاستمتاع بهذه الفرصة التي استرقناها جميعا لأدعوكم وأترك الكلمة للتحفة